كلنا بلا استثناء عايزين سرعة نت عالية، سواء لو عايز تنزل حاجة أو تتفرج على حاجة أو لو بتلعب أونلاين، وفي نفس الوقت عايزين نقلل المشاكل اللي بتحصل كل شوية. الله ينور عليك. فطبعا هتلاقي نفسك عمال تدور على طرق للوصول لكل ده، والحمد لله على السلامة، أنت وصلت للمكان الصح. يلا بينا. اول طريقه معانا وهي تغيير الشانل بتاعه الراوتر. ايه بقى الشانل دي المفروض التردد اللي بتتوصل بيها الاجهزه اللي بتدعم الواي فاي. قبل ما نغيره لازم تعرف ايه الشانل المناسبه للراوتر، وده عن طريق ابلكيشن واي فاي انالايزر على الموبايل. هسيب لكم اللينك بتاعه واي لينكات تانية في الديسكربشن. اول ما تفتحه هيطلب منك اللوكيشن، اديله الصلاحيه دي وبعدها هيشتغل معاك. هتدور على اسم الراوتر بتاعك وتلاقي تحته الشانل اللي هو متوصل بيها، وبعدها هتدوس على الشانل ريتنج تحت عشان تعرف ايه الشانلات اللي فيها اقل ناس. طبعا انا ما عنديش حاجه فاضيه قوي للاسف، بس هناخد احسن واحد فيهم. يعني هتعرف احسن واحد بعدد الاكسس بوينتس او الراوترات المتوصله بالشانل دي، فهتروح تاخد الشانل اللي عليها اقل عدد، وكده خلاص عرفنا هغير انهي تشانل. عشان نغير بقى لازم نروح على صفحة الراوتر. هتعمل كده بانك تفتح على الموبايل او الكمبيوتر اي متصفح، سواء كروم او بريف او اي حاجة يعني عامة، وبعدها تكتب الرقم ده 192.168.1.1. وهيطلع لك في الاغلب رسالة بتقول لك ان الموقع مش امن. فكك من هو 100% امن، لان ده تبع الراوتر مش هيعمل لك حاجة. المهم بعد ما هتخطى الحته دي هتلاقيه بيطلب منك يوزر نيم وباسورد. دول المفروض تلاقيهم فين؟ هتلاقيهم موجودين في ظهر الراوتر. لو ما كانوش مكتوبين دور في علبه الراوتر ممكن تلاقيهم. هتكتب اليوزر نيم والباسورد وهيدخلك على الصفحه الرئيسيه. الخطوات بعد كده هتختلف من راوتر للتاني، ولو حد واجهته مشكله في الموضوع ده اكتب لي في الكومنتات وانا هساعده في الخطوات ان شاء الله. تدوس بعدها على لوكال نتورك، بعدها تختار WLAN وتدوس على جلوبال كونفيجريشن. اتاكد بعدها ان اللي اتفتح مكتوب عليه 2.4 جيجا هرتز، لان دي الشبكه العاديه. هتلاقي مكتوب شانل، وهنا تكتب الرقم اللي اخترته من الموبايل وبعدها تدوس ابلاي. في برضه نفس الكلام من الشبكه الاعلى اللي هي 5 جيجا هرتز، ودي هنتكلم عنها كمان شويه، بس مش كل الراوترات بتدعمها، بالتالي نادرا هتلاقي شانل تعبانه فيها، لكن لو حصل هتعمل نفس الخطوات في الحته دي. تاني حاجه وهي اننا نفصل شبكه ال 2.4 جيجا هرتز عن ال 5 جيجا هرتز. الشبكه الاعلى اللي هي ال 5 جيجا هرتز سرعتها اعلى، ولكن التغطيه بتاعتها اضعف، يعني مش هتلاقي الشبكه واصله للبيت كله الا لو بيتك صغير يعني ماشي. لكن الشبكه الاضعف اللي هي 2.4 جيجا هرتز تغطيتها اعلى ولكن سرعتها اقل. اغلب الراوترات اللي بتدعم ال 5 جيجا هرتز بتخلي تلقائي اسم الشبكه نفس اسم شبكه ال 2.4 جيجا هرتز، وده معناه انك هتتنقل بين الاثنين ومش هتفضل ثابت على شبكه واحده، وده هيخلي النت يفصل عندك كتير. انما لما تفصلهم وتخلي كل واحد باسم هتفضل ثابت في شبكه واحده، وده هيساعد في ثبات التوصيل. هنرجع لصفحه الراوتر تاني من نفس الحته ونروح على SSID configuration. ركز بس على الشبكتين المفتوحين اللي هم SSID 1 و SSID 5. ممكن الارقام تختلف حسب الراوتر بتاعك، ممكن كمان تغير اسم واحد فيهم او الاتنين براحتك، مش فارقه يعني. وبالمره طالما انت هنا هتلاقي اختيار اخفاء الشبكه لو مش عايز حد يبان عنده الشبكه بتاعتك، ويبقى كمان غير الباسورد بالمره يعني. تالت حاجه وهي انك تركب سلك ايثرنت او مقوي شبكه. بالنسبه لسلك ايثرنت، اولا ما تجيبش سلك غالي، لان الغالي معمول لسرعات عاليه جدا، الا لو انت مش كحيان زينا وعندك سرعه جامده، يعني دي حاجه تانية خالص. النوع اللي برشحه عموما هو سبيد لينك، سعر كويس وخامه ممتازه وبيأدي الغرض وبيوصل السرعه كويس. طبعا بتختار طول السلك حسب المسافه بين الجهاز والراوتر، ومهم تكون قايس صح وعامل حساب ان السلك ممكن يلف مش هيدخلك في خط مستقيم. وبالنسبه لمقوي الشبكه ده اغلى من السلك، وبصراحه ما اظنش يستاهل قوي، لكن ده برضه اختيار كويس اللي مش عايز يستخدم سلك يعني. رابع حاجه هي انك تحط الراوتر في مكان صح، وده بطريقتين. رقم واحد، ما تحطوش في مكان في اول او اخر الشقه، حطه في النص عشان يغطي الشقه كلها. رقم 2، حاول تقلل العوائق بين الراوتر والجهاز، يعني ما يبقاش فيه حيطان كتير تغطي على الشبكه في المكان اللي قاعد فيه، وطبعا ده على قد ما تقدر يعني، مش شرط تلاقي مكان مثالي، وبرضه شوف ظروف مكانك ايه. خامس حاجه، اتاكد ان مفيش حد عنده تحديثات شغاله تلقائي، سواء العاب او برامج او غيره، وشوف مين بينزل او بيرفع ايه عندك، لان ده هيأثر على سرعه النت في البيت كله. ما يبقاش حد بيتفرج على فيديو 4K مثلا وبتقول لي نت ماله. وده يودينا لسادس حاجه وهي خطيره بقى، انك تتاكد من الناس اللي داخله الشبكه عشان تعرف اذا كان حد داخل على النت غيركم ولا لا. وعشان برضه صعب تتاكد من كل الاجهزه، ممكن تفصلها كلها من صفحه الراوتر وادخل بالاجهزه اللي محتاجها بس. وطبعا لما كنتش عملت خطوه تغيير الباسورد او اخفاء الشبكه اعملها. سابع واخر حاجه وهي انك تتاكد اصلا من السرعه المدعومه عندك، وده برضه من صفحه الراوتر. هندوس على الانترنت، وبعدها هتلاقي مكتوب actual up down rate، وهتلاقي كمان attainable up down rate. الاكتشوال ده سرعتك الحاليه، والاتينبل ده اعلى سرعه معدومه عندك. ممكن يكون الخط بتاعك ما يستحملش السرعه الكامله اللي انت مشترك فيها، فبالتالي لازم ساعتها تكلم الشركه وتشوف معاهم ايه اللي ممكن يتعمل عشان توصل للسرعه المطلوبه. وليك مني بقى بونص زياده عشان كملت الفيديو للاخر. هتكتب في السيرش view network connections، هنبص على الواي فاي والايثرنت الاثنين عشان نظبط الاثنين. اول حاجه الايثرنت، هتعمل رايت كليك وبعدين تدوس properties، هتقفل الاختيار اللي هو IPv6 وبعدها تدوس configure.
وبعدها هتدوس ادفانسد. هنا هغير شويه حاجات، هتقفل ادفانسد تريبل اي، وهتقفل كمان انرجي افيشنت ايثرنت وجيجا بت لايت وجرين ايثرنت ولارج ساند اوف لود الاي بي في 4 والاي بي في 6، وهتقفل الباور سيفنج مود وسبيد ان دوبلكس هتخليها 100 ميجا بتس فول دوبلكس، لان كده السرعه في مصر اخرها 100 ميجا بتس تقريبا. في سرعه ال 200 بس ما اعرفش الصراحه مين ده اللي هيدفع رقم متخلف في سرعه زي دي يعني، لكن عموما لو انت مشترك فيها يا سيدي يبقى هتحطها 1 جيجا بت بير سكند. وبعدها هتدوس اوكي. بالنسبه للواي فاي هنعمل نفس الكلام، هتدوس بروبرتيز وتقفل الاي بي في 6، وبعدها هتدوس كونفيجر، وبعدها تروح على ادفانسد. في الحته دي بقى هتلاقي preferred band هتخليها حسب الشبكه اللي انت مختارها، لو مختار 2.4 جيجا هرتز يبقى خليها 2.4 جيجا هرتز، لو انت مختار ال5 يبقى حط ال5، ورومينج اجريسيفنس هتخليها لو، وبعدها تدوس اوكي. واخر حاجه هتكتب في السيرش سي ام دي وتدوس ران از ادمنستريتور وتكتب الامر اللي هسيبه لك في الديسكربشن ده، ولو اي حاجه من دول عملت معاك مشكله في النت هترجعها زي ما كانت. وبالنسبه للامر اللي عملناه ده هسيب لكم امر تاني يعكس اللي عملناه برضه. ولو كل الكلام ده انت عملته ومفيش فايده يبقى ما عندكش غير حلين ودول مكلفين شويه، وهما انك يا اما تجيب راوتر جديد او تعلي السرعه بتاعتك لو محتاج سرعه اعلى، عشان بالمره يكون نتك حلو واداء جهازك حلو معاه. يبقى شوف الفيديو اللي طلع لك دلوقتي ده، واشوفكم في الفيديو الجاي.